ويث دي تولين تي بي 5 نوغال دالا ما دغونس ولا مدي ظلي ماسين فنكال توغا نوغال داما مستان هشام احمدي وكنا غادي مسلاي غافاني تولي ثاقي كنت فغاني ديالينا غادي يظلي 24 اسدي ظلي 24 دو جونفر سيني امستان هشام احمدي ازول فلاك. أزول أجمع رشيد أزول. احمدي المسايس قبايليت سنفوسيت استعراض كني كيوا غادي نيض ذا شو تخمم منك ثنيطيت ثنيد تفرني كنت سيليتانا اشكو إما زيرو من قبيلنا ثقا ودلتانا. هذه الانتخابات لم تجري كما قلت في الحوار السابق. ما رؤيتك؟ هل حقيقة ستحدث الشهر من بعد كما قيل في الصحف العالمية، لا خاصة الصحف الأمريكية والفرنسية والقطرية الجزيرة، يقال أنها سوف تقام في 24 يناير. ما رأيك في ذلك؟ لا أعتقد أبدا أن تكون هناك فيه انتخابات في 24 يناير. هذا موعد قامت به المفوضية العليا لترمي الكرة للبرلمان فقط، أما لأنه هو أصلا مقترح وليس بموعد رسمي، مقترح من المفوضية العليا للانتخابات، ولذلك لن تكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر. العملية الانتخابية توقفت بسبب أن كانت هذه الانتخابات مفصلة على حفتر وباشا آغا في المنطقة الغربية في طرابلس وحفتر، ولكن دخول دبيبة ودخول نجل القذافي السابق سيف الإسلام أربك العملية الانتخابية، مما دفع إلى تأجيل هذه الانتخابات باعتبار أنهم وقعوا في مأزق، لأن القوانين المعيبة التي وضعها عقيلة تنطبق على سيف الإسلام، وكذلك المحاكم في طرابلس قبلت طعن دبيبة ودخل في السباق الانتخابي، فتغيرت كل السيناريو الانتخابات، لأن هذه الانتخابات كانت تدعمه دول مثل فرنسا والإمارات ومصر، وذلك من أجل تمكين حفتر في الحكم بعد أن فشل عسكريا بالتنسيق وبالتحالف مع بشاغة العسكري السابق. باش يكون عندك علم، بشاغة هذا عقيد في القوات الجوية سابقا، وقام لكن هذا الموضوع كله تغيرت معطياته. كذلك دخول روسيا على دعم سيف الإسلام، وكذلك أمريكا لا ترغب في أن يكون سيف الإسلام في ضمن المرشحين. لذلك الدول الغربية لم تدعم الانتخابات في موعدها. السوق شدينا هشام احمدي انك ذاك تيفاني كود اللي تانا شكون الا وخالوضه تصطاس شكون وين تمسلان سيسم نتنباط من الحكومه نتاع ضيث ليبيا دبيبه غيتشم ديما نيس نشكي اكسترنيك تمثال ذاك داغون الا وخالوض قلنا اكي شكون فرنسا لي زيمارات قطر تيكادي دانك تما نحفطو نولا بلي روس فكاد ثمينس ناغ تبغى تسيلي ثمان سيف الدين سيف الاسلام مثل القذافي اذا كان داغن سميتو غاد وين تمسين سيس منو مني عقيله البرلمان لكن يقارن دي ليبيا يددر ثمان سيف الاسلام ماشي كيف يدي خلقا اطاسو خالوض اقلان دي ليبيا يتجال في الثرانين كي ودلي تاغا فكني تخمم مستان هشام احمدي نك لكن يومينا باللي غادي ليتو غادي 24 يناير سقسيدي سدونا سينير مستان هشام احمدي. ماذا في رايك يحدث بعد لو لم تحدث الانتخابات في 24 يناير؟ ماذا سوف يحدث؟ أتوقع أن تبقى حكومة دبيبة في عملها. هم الآن يريدون وضع تحالفات
بين حفتر وبشاغة، وهناك تحالفات بين البرلمان، وكذلك من أجل إقصاء دبيبة ووضع حكومة أخرى ووضع خريطة أخرى. ولكن من الواضح أن المجتمع الدولي ليس له نية في تغيير السلطة التنفيذية في ليبيا. فحكومة دبيبة ستبقى أقل شيء إلى شهر 6 في 2022، ولن تحدث انتخابات قبل هذا التاريخ. والآن لن تحدث الانتخابات. وفي الأيام الجاية أو الأيام الآتية ستكون هناك أحداث. الآن هناك مفاوضات بين الدول من أجل وضع حكومة أخرى وخريطة طريق أخرى، ولكن إلى الآن لا توجد أي ملامح لخريطة أخرى، ولا يوجد أي اتفاق على خريطة أخرى. والموضوع مسدود سياسيا الآن. ويحاول المجتمع الدولي أن يحافظ على هذا الاستقرار في السلطة التنفيذية نوعا ما. لأن تغيير السلطة التنفيذية لا يأتي شيء بجديد للشعب الليبي. المشكلة هي في السلطة التشريعية في مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة. أما تغيير السلطة التنفيذية فهي مرهقة لميزانية الدولة ومصاريف أخرى، ولن تأتي بشيء جديد للليبيين. لذلك الآن يبحثون على تحالفات جديدة وخريطة جديدة. طلبات قيم الله أن يور 6 دي نبدو مروين تيايد أموضال وين الجمش أيج طلبات طايد تترار ليدا سيك على الأقل أيج ديس أمطو يدروس الاستقرار دي ليبيا. دو يروها ممكن ديس تغسوين تيايت أنصارونت، لكن أن خول أن طورا ولديش الخريطة تترارت طايت إنت سترتيت ليبيا دي السنتوها إلى اللان تورا. تلميذ مستن هشام محمدي تخلق السين الناس قبيلي تنشي دينا ني غاس تزوها اسقسيو دا شا يضرون ما الا وتيلي ترى فغني دا 24 يناير اكيد سدون شا يضرون سين ذا السوون كيقا هشام محمدي ذاكن ونصغير شا يضرون اين نصغى ذاكن ثنباط عضلت دبيبه تكفو المونداينس دي يونيو سيار تساوى كورن مشى كيكين اماظال كيكين ثيمبوغا وماظال كيكي مقون تيبغوا جهدن تسمو قلت تيكا داويت غواس افريد غواس نا لو بلون دو روت نا كي نسيقا نصاغت خريطة الطريق ثمينوث ذاكن هاثا ديسفدن تنبط ثمينوث نا نوفو غوفرنمون ليبيا يسين كينا اد مخلن بكايلير غواس نظن نوتر بلون ذا شكاية وانت الصيغان ديالو كذا هشام محمدي سينير هشام نتولي مازال نتولي تخاف باللي موس تدا تما حفظ تما نسيف الاسلام الامريكان ثما وتحملها وتبغى سيف الاسلام فرنسا قطر امارات تبغى حفطر ماشا ديما امازيغان وتسيلينا غادي اللعب وتسكننا ذا الكوران ذا شو الوصايا ذا شو تمغلين ثورا كينوسي مازيغان ذا شو ام كي تولي تمثال اش ام كي تولي تمثال سؤال الذي طرحته عليك هشام احمدي هو ان الامازيغ دائما غائبون في هذه اللعبه بين كل القوى الكبرى في العالم الذين هم منهم يساندون سيف الاسلام ومنهم يساندون حفتر ومنهم يريدون خريطه اخرى، ولكن دائما بغياب الامازيغ. ما هي توقعاتك ما هي وجهة نظر الأمازيغ في هذه الأزمة؟ الأمازيغ رفضوا طبعا. نحن لا نريد أن تكون هناك انتخابات في الشكل كما في السابق،
هو لحسن الحظ أمازيغ ليبيا أن دخلت أطراف أخرى تدعمها دول كبرى أبطلت هذه الانتخابات. وبلا شك أن الانتخابات لو حدثت في 24 ديسمبر هي ليس لصالح الأمازيغ، لأنها ستأتي بدكتاتور، وبرغم أن حتى لو فاز حفتر لن يقبل في المغلوب منطقة غرب طرابلس. الأمازيغ طبعا غير موجودين في الحسابات الدولية الآن. الآن وذلك لأن الأمازيغ اعترضوا على هذه الانتخابات ويريدون وضع دستور عادل أو دستور يضمن حقوق الأمازيغ في ليبيا، والذي تعطل هذا الدستور إلى حد هذا الآن. لذلك الأمازيغ ينتظرون بأن في حالة عدم توصل الليبيين إلى حل في هذا الدستور، فإن الخيار للأمازيغ هو الحكم الذاتي، أو بعد ذلك أكثر من الحكم الذاتي. هذه كلها خيارات موجودة في بين لدى الأمازيغ. وطبعا وضع الأمازيغ في ليبيا يتأثر بالتغيرات مواقف الدول الكبرى والتغيرات التي تحدث في ليبيا. فقد تكون هناك متغيرات لصالح أمازيغ ليبيا، مثل هذه الانتخابات الأخيرة هي عرقلت هذه الانتخابات كان لصالح الأمازيغ في ليبيا. والآن الأمازيغ يصرون بشكل عام على أن يكون هناك دستور يضمن للأمازيغ جميع حقوقهم. لذلك الأمازيغ غير محسوبين في العملية السياسية الآن، مثلهم مثل التيارات الكثيرة في ليبيا، مثل التيارات فبراير وتيارات والتبو وتيارات أخرى. الأطراف الحالية التي تتصارع في ليبيا هي روسيا وأمريكا وتركيا. وللآن الأمازيغ ليس من ضمن حساباتهم، فهم يأتون للأمازيغ إذا كانوا يريدون مصالحهم فيأتوا لتحريك الملف الأمازيغي في ليبيا. الآن الأمازيغ يتربصون وينتظرون التطورات التي تحدث في ليبيا. إيمازيغن ولللينش تورا دي تسرتيت اللي دي ليبيا تيرو اللان دي مكاننسن اللان دي تمور تنسن تراقبن الوضع ليلا الانتخابات والصارونش يزعم إمازيغن والغسونش تصارون إمازيغن يلي مقون أفصادوف يتاوي دي دكتاتور. الدستور تمن داود تودد فيليبين واللي صارش نيت الاعتراض من الوضع انتيرو الخول انطورا الوضع إمازيغن سوق من ماي ايسار السنه اللي سدسون. تنميت مستن هشام احمد دي تسوق كان كيتسمغا ولا شي يدينا هناك ذاك انتو غا عندنا السرثان دي ليبيا إمازيغن وتسكنا دي الحساب غرثمو كي تيم قرانين يزكن تمغزان كي في ليبيا الامريكان الطوك ذا روس فرنسا التسياض ودلنا إمازيغن دي الحساب نسن إمازيغن اتفقنا كي ودي راس 24 دجنبر سدير الليل انك داين سوعد نطاس طاسي مزيغان شكون مازال ثوري مزيغان اثنان ديو ثكنيات سوات دا تراجم توالين ماشي عشان يثني كان يقلان لان يعني ثم وين يظن وتسكلا هذه الحسابات اما ديال اموسون نفورا يجهد نارني وتسكيا هذه اللاف لكن دارني لي توبو ديال لكن القوم دارني لان دي ليبيا يتسنادنا في زرفان السن دارني تسكلا هذه اللاف ايه ثورا شوف دي قيمنا توالي تراجو المقيم تاعها ان بروفيتي نعد انفارس ثاقوني تسكي نو مغزي تيلين كيانسن يوكني هات السياغ غزات المقل امتيكا انزمن انولي تمثال وحدنا غيزم الحاله نروح مام اني منقى الحكم الذاتي على لوتو ديتيرميناسيون نور داغن توتي بوسيبل كي دينا كل شيء زمر الحال غادي يضرو ذا شو كانت وغاقلا دي سوات ندا ونسعير الاختيار اقلا نتراجو ان توالي
ايوا كنا ديال سواسي وكنا نفك تموغلينا نقول ازكنا امشاي لك كي نوسا تاكا انت ديوني تاكي نك هشام احمدي غاسينير تنميرتي كاطاس اطاس مستان هشام احمدي غاف ثقونيت ساكيم تنميرتي تنمير تنميرتك خليل تنميرتك. ما كنوين تكون مسيد قيمني دنا او ندير قيمه دي ثالويث